المشاهد اللي معانا النهارده في الجزء الخامس من أسوأ مشاهد في أفلام ومسلسلات مصرية، من أغبى المشاهد على الإطلاق. أداءات تمثيلية منيلة بنيلة، وأصوات غريبة بنسمعها في مشاهد المفروض إن المشاهد دي عادية جدا، ولا المخرجين وتفكيرهم الغريب اللي بينتج أسوأ مشاهد ممكن تشوفها في حياتك من الأفلام والمسلسلات المصرية. مشاهد المفروض إن هي جادة جدا، ولكن من كتر التفسخ اللي فيها تضحك من قلبك عليها. ومساء الفل عليكم. الأجزاء اللي فاتت من سلسلة أسوأ مشاهد من أفلام ومسلسلات مصرية كوم، والمشاهد اللي هتشوفوها في الفيديو ده بقى كوم تاني خالص من الغباء والعته. ونبدأ بالمركز العاشر معانا مع الفنان حمادة هلال. وانا مين فرحني ولا مين حس بيا؟ ده انا لما حسبت الايام اللي انا فرحت فيها لقيت نفسي خسران كتير قوي. ايه يا استاذ اليع ده؟ لقيت نفسي مش عايش يا كابتن. أداء من مدرسة الكرنج وقلب الوش. انا تعبان يا كابتن، مش قادر اكمل، تعبان. لا مش هتأثر ولا تعاطف معاك على الإطلاق بالأداء المنيل بنيلة ده. وانا مين فرحني ولا مين حس بيا؟ ده انا لما حسبت الايام اللي انا فرحت فيها لقيت نفسي خسران كتير قوي. لقيت نفسي مش عايش يا كابتن. وهيكون لنا قريب كلام عن فيلم حلم الزفت ده، عشان فيلم مليان شويه مشاهد زي النيله. امشي يا احمد امشي. طب ما تمشي يا وفي المركز التاسع معانا اغرب مشهد شرب قهوه في التاريخ. امسك روق دماغك. القهوه متجدده ذاتيا اللي ما بتخلصش دي. صباح الفل. وفي المركز الثامن معانا مشهد للفنان محمد رياض، من اغرب ما شفت للفنان محمد رياض في حياتي. يا ابو عزيز. ايوه يا اشرف، يلا انا جاي اهو وهجيب محمود معايا. حضرتك عايز تقنعني ان الحاج عبد العزيز ده طالب في الثانويه العامه عادي؟ تاكس على فكره يا باشمهندس، يسمع منك يا رب. لو بقى المجموع 80% يبقى ضمان الهندسه. يسمع منه يا استاذ محمد، الراجل بيقولك على فين، عايز يعرف الوجهه، وده حقه كسواق تاكسي يعني. لو بقى المجموع 80% يبقى ضمان الهندسه. لو جبت 85 هخش. طب وانت ايه؟ انا خايف لا انجح. الشباب كمان ممكن نكمل الكونفرزيشن واحنا راكبين عادي. تاكس على فكره يا باشمهندس، يسمع منك يا رب. والله لو من سواق التاكسي انزل اكلهم علقه موت. وفي المركز السابع معانا مشهد عن كيفيه التطبيل الزوجي. يلا يا حسين، الفطار جاهز. ايوه انا جاي. يا بنتي ده كله ده مش فطار، دي وليمه. الله عليك ذوق قنوع والله. يا بنتي ده كله ده مش فطار، دي وليمه. ده الشخص اللي لسه متعرف على وجبه الفطار اول امبارح. ده مش فطار، دي وليمه. بص، هو تثبيت الزوجه حلو بس مش للدرجه دي. وبما اننا في عالم العلاقات الزوجيه، ففي المركز السادس معانا اغبى مشهد زوجي في التاريخ. عندي ليك خبر. خير شوقتيني. في ضيف مهم جدا هيشرفك. حد يجي لحد في وقت زي ده يا شريفه؟ استاذ عمرو ركز وفتح مخك شويه، انا عارف ان انتوا في ساعه متاخره بس يعني شغل دماغك معانا. ما هو مش جاي دلوقتي، ده جاي بعد 7 اشهر ويمكن اقل. ضيف جاي بعد 7 اشهر؟ ده يبقى مين ده؟ يا هندسه فتح مخك، الست ضربه الحته الحمراء من الدولاب وبتديك هنتات، ركز معاها. جاي بعد 7 اشهر؟ ده يبقى مين ده؟ ابنك يا دكتور. دكتور؟ يعني الدماغ دي ودكتور ازاي؟ بتقولي ايه؟ ايوه، هتبقى اب. ابنك هيجي بعد 7 اشهر ويمكن اقل. قصدك تقولي ان انت حامل؟ يا عم ركز معانا يا عم سيب اللي في ايدك وركز معانا بالله عليك. يا بعد الشرح ده كله وقالت لك، هي قالتها لك صراحه ان في ابنك جاي، وبعد كده تقول لها يعني قصدك ان انت حامل؟ ايوه، في شهرين. طب عرفت منين؟ احساسي قل وماما كمان اكدت لي. احساسك قالك وماما اكدت لك وجوزك دكتور. بالنسبه للمجال الطبي ايه يعني؟ ما جاش على بالك مثلا نروح للدكتور نكشف نعرف منه اي حاجه، اي معلومه تفيدنا في... معقوله يا حبيبتي انا هبقى اب؟ ايوه، وانا كمان هبقى ام. هي حامل ومعقوله ان انت هتبقى اب، ومعقوله ان هي هتبقى ام. معقوله يا حبيبتي انا هبقى اب؟ ايوه، وانا كمان
واضح ان الذكاء مهوبش تقريبا من ناحيه عتبه بيت هذا القابل المنيل بنيله. والان مع فاصل اعلاني. أول مرة في مصر مفروشات هابي هوم بتتكلم. لما تلمس القلب الموجود على الخدادية هيقولك تعالى لي وبص حبيبي قرب، ده انا هنا وبس حبيبي قرب، تعالى لي وبص حبيبي قرب. طب كده العريس ممكن يجيله هارت اتاك في الصباحيه، يعني يصحى من النوم يلاقي الاصوات دي تحت ودنه. وكمان مفروشات هابي هوم الشقية بتباركلك بالصباحية. صباحية مباركة يا عروسة. اجمل حاجه في الدنيا ان الملايه تبارك لك في الصباحيه. صباحية مباركة يا عروسة. مع مفروشات هابي هوم الشقيه اتسرع يوم الصباحيه. وفي المركز الخامس معانا أسوأ تاني رقصة في تاريخ السينما والدراما المصرية. طبعا المركز الأول معروف للفنان أحمد حاتم في فيلم الماجيك. المركز التاني معانا بقى الرقصة المنيلة بنيلة دي. ايه ده يا أستاذ؟ ده عذاب سايكاديليك تحت تأثير المخدر. رقصة الضفدع الحزين. بتاعي ده والله يقرفك، كرهتنا في الفرفشة وفي الرقص وفي أي حاجة في الدنيا. يا غالي ويا غالية اشتركوا معانا في القناة كده يتشرفوا وتنوروا كلكم. الاشتراك ما بيخسرش يعني، واتفرج لك على فيديوهين 3. لو ما عجبكش الكلام الغي الاشتراك، كده كده الاشتراك ما بيلزقش يعني. وفي المركز الرابع معانا نقفز الى عالم لاعبين كرة القدم وتمثيلهم في السينما المصرية، ومع الفنان ويعني البلدوزر عمرو زكي. لو كنت قادر على البعد انا مش قادر عليه. شكرا يا بلدوزر. بتوحشني حبيبي بحبك بروحي. بعد اذنك كابتن عمرو سيب لنا حاسة نستمتع بيها كفاية. حبيبي بحبك بروحي. ها ايه رايك في صوتي بقى؟ والله البت اللي قاعده قدامه لولا خوفها على مستقبل منتخب مصر كانت المفروض ترزعه بالدماغ. ثانيه كده سيبك من اللي عمرو زكي بيغنيه، هو محمد شوقي بيعمل ايه؟ ايه اللي محمد شوقي بيعمله ده؟ هو رافع ايه؟ ده واضح ان اللعيبه دي سقوهم حاجه قبل ما يصوروا المشهد ده. وفي المركز الثالث معانا اكتر مشهد توقفت معاه وعدته كذا مره علشان استوعب مدى المصيبه اللي ودني سمعتها. مسيد خدي ميمي وحني، يلا يا حبيبي مع الداد. فيها استاذه تحمي مين؟ ده شحط. اتفضل شوف ابنك، مش عايز الداد تحميه. عاجبك يا استاذ عماد حمدي اللي بيحصل ده؟ بيعملوا في الولد حاجات غريبه. طول عمرها بتحميك، اشمعنى النهارده؟ قلت لك كم مره ان الولد ده اخلاقه اتغيرت خالص، انت لازم تروح المدرسه وتقابل الناظر. وده اللي هيحصل. ناظر ايه يا استاذ عماد؟ هو ده ابنكم انتوا اللي المفروض تربوه. ناظر ايه اللي انت رايح له؟ الناظر؟ لا ملوش لزوم. يلا يا دادا. يا جماعه ام سيد كده هتشوف حاجات المفروض ان هي ما تشوفهاش. مسيد خدي ميمي وحني. اهربي يا مسيب من هذه العيله. طب يا مخرج هات حد صغير شويه في السن، قليل في الجسم شويه، مش يعني ده باين قوي ان هو عنده فوق ال 25. وفي المركز الثاني معانا من اغبى المشاهد اللي بتعاني في غباء في السيناريو والحوار والاخراج والتمثيل. يعني اطمن. توكلي على الله. اطمني قوي. ميرسي قوي. ايدي كابوسه. ايه الحول ده؟ الايد تحت، ايه اللي وداكي فوق؟ ايدي كابوسه. ثانيه واحده كده، هما الشحطين اللي ورا دول بيهببوا ايه؟ ميرسي قوي. ايدي كابوسه. طب يا مخرج خليهم يلعبوا اي لعبه تانية، راكت، ثبت صنم، اي لعبه خشنه شويه. المفروض ان دول كبار في السن. ميرسي قوي. ايدي كابوسه. نفسي اشوف وش المخرج وهو بيديهم الاوردر يعملوا المشهد ده. كلنا اصحاب بنحب الالعاب، ايد واحده وشاطرين يا مهما كنا صغيرين. في المركز الاول معانا وده مشهد بسميه بعنوان لما تكون مجرم وتنسى سلاحك في البيت فتتصرف باللي موجود. طلع الفلوس اللي معاك. انا يا استاذ يعني هو متخلف؟ انت بتعوم على عومه. انا ما معيش فلوس وما تهددنيش بالسلاح الابيض. بتتحامى في السلاح الابيض يا ند. سلاح ابيض يا استاذ؟ واضح ان في مشكله كبيره في النضاره. الكلب دي علامه عشان ما تنساش من هم جماعه فانتو.
غالبا الراكور بتاع المشهد ده ضاع منهم، فيعني حبوا يتصرفوا في اي حاجه، فراحوا جايبين معلقه من اي كوبايه شاي معفنه موجوده في اللوكيشن، خد يا ابني صور المشهد. طلع الفلوس اللي معاك. ولو ما شفتش اسوأ 10 مشاهد عقاب وانتقام هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي، ادخل شوفه دلوقتي. في شويه مشاهد كده ايه لحمدي الوزير واحمد عبد العزيز يخلوك تخرج عن شعورك من كتر الهبل اللي فيهم. وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه، ولمحبي الانستجرام هتلاقي الحساب بتاع الانستجرام بتاعي موجود في صندوق الوصف تحت، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.